اللهم ارفع عنا البلاء وتقبل منا الدعاء، ولا تخرجنا من هذه الليالي إلا وقد غفرت لنا. والبنات كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. قبل ما نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كنرحب كل واحد انضم لقناه سهى الاعمال اليدويه، وكنشكر كل واحد شجعني ودعمني وساندني في القناه ديالي. الله يجازيكم بالخير كاملين على كل واحد عمل الاشتراك او لا طلب من الاصدقاء ديالهم انهم ينضموا القناه. يعني جزاكم الله كل خير. كيعجز اللسان على الشكر ديالكم. كيف ما وعدتكم غنوريكم التطبيق ديال هاد الرشمه هذه اللي سبب باش فتحنا القناه. نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله ونبداو. اول حاجه غناخذ المترو، غنحدد في المرمى ديالتي او لا في شي بلاصه، غنحدد القياس اللي بغيت. مثلا انا بغيت قياس تقريبا 30 سنتيم، غندير علامه في المرمى بحال ما هكا 30. تاني حاجه يعني حاجتكم بالخيط اللي غتسديو به، اللي ديجا هضرت لكم عليه يعني بلا ما نحتاج نعاود نفس الهضره. مثلا انا المرمى عندي فيها 90 سنتيم، غناخد متر ونص ديال الخيط غنعبر. يعني مثلا هذه كان فيها 20 د الخيوط، انا هذه اللي غندير دابا غندير كتر، غندير تقريبا 25 خيط بلس جوج اللي كنزيدو المرمى في الجناب، يعني غندير تقريبا شي 27 خيط. غنبقى نعبر هاد الخيط هذا، غنعبر متر ونص بحال ما هكا. غنعبر متر ونص، غنقطع وهكا حتى سميتو باش ما يجيش الفيديو طويل. يعني غنعاود معكم وحده اخرى. نتمنى من الله يكون التصوير واضح وباين لكم. نحط البوبينه جنب باش تساعدني. كل وحده هاد القياس اللي عطيتكم ديال متر ونص على حسب المرمى ديالكم. يعني غديري مثلا مرمتك فيها 60 سنتيم غديري مترو، باش يكون عندك سميتو باش يكون عندك بزايد ما توحليش، اللهم يكون زايد شويه او لا ناقص. غنزيدكم واحد اخر باش يعني يكون كل شيء واضح. البنات كاينه واحد الطريقه سهله، يعني بلا ما كل مره تبقاي تصايبي تعبري يعني نص متر ونص وتقطعي، وتعبري متر ونص وتقطعي. انا ملي كنخدم لقيت هاد الطريقه هذه احسن. يعني كتعبري داك الخيط الاولاني حتى كتعبري، هي شويه متعبه ولكن احسن، يعني افضل من الطريقه الاخرى. كتعبري داك المتر ونص الاول وكتدوبلي الخيط وكتبقاي غادا وانتي كتدوبلي وكتحسبي حتى كتوصلي للعدد اللي بغيتي. هذه الطريقه افضل، شاركتها معكم يعني تبسط عليك. كل مره عبري قطعي عبري قطعي، اللهم بحال ما هكا كتمشي معها بشوي شوي حتى كتوصلي للخنت. كتحاولي ضروري ما كيتشبك شويه، ولكن ضروري انتيا كتساعدي راسك وكتشوفي الحل الانسب واللي يبسط عليك الخدمه، ما تبقايش معذبه بزاف. رجعت لكم البنات من بعد ما كملت داك المرحله الثانيه هي هذه. عندي هنا 27 خيط. انا كنقول بالنسبه للعرض كل وحده كتحدد العدد اللي بغات هي، يعني على حسب العرض اللي بغات. من بعد كناخذوا هاد الخيط اللي حنا شديناه بحال هكا، كنجيو لهاديك البلاصه اللي هي هذه، نتمنى تكون باينه لكم. كنشدو بحال ما هكا وكنحزمو.
كل وحده والطريقه ديالها باش كتحزم. المهم كتحزمي هذوك الخيوطه كاملين، حزميهم مزيان، دير لهم عقده وصافي. دابا جينا وصلنا للمرحله الرابعه. حنا البنات كما قلت لكم حنا وصلنا للمرحله الرابعه اللي هي هذه. غنهزو خيط يكون من الاحسن من الطرف، هذوك الخيوط غندخلو في البره. هاد الرشمه اللي غنخدم دابا فيها 5 ديال الالوان. البنات الكليانه بغاتها بالماتسونو، يعني بغاتها العقيق مزيان. انا كنت بغيت نخدمها بواحد العقيق ما هضرتش عليه في الفيديو الاولاني اللي هو ميكي، شي حاجه زوينه، عقيق واعر مقاد. المهم اول مره نجربو، كيشكروه البنات بزاف، المغترفات اللي خدموا به كيشكروه بزاف. انا اول مره نجربو، ما لقيتوش، قلبت عليه ما لقيتوش. كيبيعوه على اساس انه ماتسونو، هما براسهم واللوحه اللي خديتو عنده ما عرفوش، باعوا لي على اساس انه الماتسونو. المهم انا خديته غنجرب به دابا وغنشوفوا النتيجه مع بعضياتنا كي دايره. وخديت الالوان الاخرين ماتسونو غنخدم بهم، هادو هما الالوان اللي غنخدم بهم ان شاء الله. غنحط هادو جنب، غنبدا باللون الارضي اللي غنخدموا عليه. بسم الله توكلت على الله نحل فيا. كما قلت لكم كنستعن بهذوك الطويسات ونطوي فيها العقيق. بسم الله. كناخذوا البرا ديالنا كنبداو نعمرو في الخيط، كل واحد والطريقه ديال التعمار ديالو. انا كندير هاد الطريقه هذه، نتمنى انها تكون باينه لكم. قبل ما كندفع كنشوف واش كاينه شي وحده كبيره شي وحده صغيره، يعني ضروري كتلقاوهم كاملين مزيان كتدفعي. اولا ممكن هاد الطريقه، يعني كيبقى الاسلوب ديال كل وحده وكي كتخدم الاسلوب اللي كيريحها. كتعمري البرا كتشوفي يعني نفس القاعده كتمشي على كلشي. بانت لك شي عقيقه ما هياش كتحيديها، كتبقاي مستمره. غندير معكم 2 خيوط وباش ما نطولش عليكم الفيديو تنكمل ونوريكم المرحله الاخرى. المهم نصايب معكم 2 خيوطه باش تكون الصوره واضحه والكلام، يعني تكون الصوره والكلام واحد. انتي كتعمري حتى كتشوعي في الميزان وكتعبري واش حصلتي على ديك 30 سنتيم اللي علمناها في المرمى. يعني كلهم خصهم، كل الخيوطه اللي غتعمري خصهم يكون فيهم 30 سنتيم باش تخدمي المرمى ديالك وانتي مرتاحه، ماشي حتى تحزمي توصلي للمرحله الخامسه وتوحلي ما يكفيكش وخصك تعاودي تحلي من بدا وجديد وتعاودي. يعني اللهم الواحد كيدير شويه الحاجه بزايد باش كيتفادى ان الخدمه المعاوده. باش زوين الماتسونو انا ما فيهش العزله بزاف، يعني تقريبا كله مقاد. هذه الميزه ديالته. الميزه الاخرى ديالته اللمعان ورقيق، ما فيهش ماشي بحال بعض العقيق ديال لي شاسي الاخرين كيف تلقايها عريض غليظ. كنقيس كنشوف
كتقيسي حتى كتوصلي، مازال ما وصلتش 30 سنتيم، تبقى تقيسي حتى كتشوفي واش وصلتي ولا ما وصلتيش. يعني راه ماشي شي حاجه سهله، كتاخد شويه الوقت، ولكن اي حاجه الا كتبغيها راه غتصبري معاها، غتعطيها من قلبك باش حتى هي كتعطيك. صافي كما كيبان لكم هانتوما العبار وصلت ل 30 سنتيم. كتحيدي البرة، كتهزي الخيط الاخر، يعني كتبقى نفس الفكره حتى كتعمر. اذا نتلاقاو البنات من بعد ما نكمل الخيوطه كاملين باش نوريكم المرحله الخامسه باش ما يجيش الفيديو طويل. رجعت لكم البنات بالمرحله الخامسه كما قلت لكم، ولكن بدلت المرمى حيت احتاجيت المرمى الكبيره لشي خدمه ضروريه، درت هذه صغيره. المهم كتبقى نفس الفكره، انا راه باش ما يكونش الفيديو شويه، ما يكونش الفيديو طويل، بديت خدمت بعض الخيوط. الخدمه ديال هذه المرمى مختلفه على المرمى الاخرى، حيت خصك تمشي تخدمي خيط في الجنب اليمين وخيط في الجنب اليسار باش كتجيبي لها التوازن ديالها مزيان. المهم كما قلت لكم انا غنبدا الخيط واحد دابا. دخلي في الغرزه اللي حداك، كديرها في المقابل ديالها، وكتحزمي في البلاصه اللي كتحزمي، كتحزمي مزيان باش ما يتحلش. ديري عقده وجوج وثلاثه، المهم انك كتحزمي كل وحده تحزم بطريقتها وتحاول تزير. بنات انا مولفه نخدم بالمرمى الكبيره هذه، يلا خديتها شويه مازال ما تعودتش عليها مزيان، جاتني الخدمه فيها مختلفه على الاخرى. كتستمري حتى الخيط الثاني نفس الديكور، حاولي تزيري يديك باش يتجبد، وحتى الا جاك شي خيط مرخي راه مع الخدمه ملي كتكملي ما كيبقاش مرخي. المهم كنستمروا على هذا المنوال هذا بحال ما هكا حتى كنركبوا. بالنسبه لي عندي 27 خيط، حتى كنركبوا ديك 27 خيط كامل وندوزو للمرحله السادسه. نتلاقاو ان شاء الله في المرحله السادسه. رجعت لكم البنات بالمرحله السادسه، كنحصلوا على هذه النتيجه ديال المرحله الخامسه، هي هذه من بعد ما نركبوا الخيوط كاملين في المرمى. كناخذ البره ديالتي كنديرها في الخيط ديال 60 على 2 قياس اللي بغيتو ديال الطول، باش غنبداو ان شاء الله المرحله السادسه. كناخذ كي مولفين غنحزم الخيط
نخدمو في واحد. ديري عقده عاديه، كدوبليها. عندي 27 خيط، غادي ندير 26 عقيقه. دخلت 26 عقيقه هنايا. غنخدمو دابا بحال غنخدمو مرمى عاديه، البدايه ديال اي مرمى عاديه. غنحاول ما امكن انني يكون واضح لكم ندخل كل خيط بين جوج عقيقات بحال الخدمه العاديه، غير هذه خصك شويه ديال الصبر معها وصافي. لما كندخل واحد 4 دقيقات كندخل بالبرا. كتستمر بنفس الطريقه حتى كتبني الصف ديالك كامل وسط. هي ضروري في الاول ملي كتبغي تبني المرمى ويكون فيها العدد طويل، يعني العدد كتير، سمحوا لي العدد طويل يعني باغا نقول العدد كتير كنقول العدد طويل، سبحان الله. ضروري التركيز باش ما تفلتو حتى شي خيط. رجعت لكم البنات، سمحوا لي تقطع ليا التصوير، كنت كنصور باش نوريكم هاد المرحله هادي ديال كدير 4 ديال السطوره عادي بحال المرمى العاديه. ملي هزيت راسي لقيت ان الفيديو توقف الراس وما عرفتش علاش. المهم كتخدموا 4 ديال السطوره عاديين، من بعد كتبداو الفرقه ديال الفتحه. عندي 26 عقيقه، غندير 12، يعني غنخلي واحد لي سباس ديال 2 عقيقات. المهم انا نظمت هنايا 12 عقيقه كيف العاده. كتدخليها سميتو، تدخلي الخيط في الوسط على حساب 12 عقيقه، بيديك كتوقفي كتثبتي كل عقيقه ما بين 2 خيوط باش كتشد بلاصتها. وصافي كتدخلي البره ديالك بين العقيق، وتردي بالك باش انك ما تنقصي حتى خيط. ضروري الخيط يجي تحت من البره باش كل عقيقه كتشد بلاصتها. كيف كتخرجي كتجبدي شويه، كتدفعي. ضروري البنات باش كتجي الخدمه زوينه كتعاونيها بيديك، كتدفعي
باش كتجي عقيقه راكبه العقيقه حدا، ماشي راكبه العقيقه، عقيقه شاده في عقيقه، تجي زوين. كنعاود معكم وحده اخرى، يعني كتعمري 12 عقيقه في البرا كما قلت لكم. ملي كتعمري البرا ديالك كتشديها بحال ما هكا، كتراقبي كتشوفي العقيق واش مقاد، واش كبيره شي وحده مهرسه عوجه شي حاجه، المهم كتحيدي. راه كيف ما كان نوع العقيق راه ضروري من العزله، يعني بنادم كيحاول ما امكن انه يحصل على عقيقات مقادين وصافي. 3 6 7 8. كتخدمي يعني كيف تخدمي عادي بحال الاول. غنستمر حتى نحصل على 8 سنتيم، الطلعات ديال 8 سنتيم. وغندير الجهه الاخرى. دابا انا كنخدم نقولوا جهه اليمين اولا اليسار، ملي كنخدم هاد الجهه هادي وغنستمر حتى نوصل فيها 8 سنتيم، حيت الفتحه ديال واحد كبير 8 سنتيم فتحه ديال العنق. وبالنسبه لبنيته صغيره او بنيته صغيره 6 سنتيم. ومن بعد نرجعوا نشوفوا المرحله السابعه. بقات ليا معكم 2 مرحلات وان شاء الله تكمل هاد المرمى الطريقه ديالها باش تخدمات. رجعنا للبنات مره اخرى من بعد ما كنساليو. قلنا المرحله السادسه، دابا في المرحله السابعه. عملنا هذوك 4 ديال السطوره ديال العقيق مرمى عاديه. طلعنا بالفتحه، طلعت بهم بجوج تكون باينه لكم. بديت كنصايب دابا بشنو بقات لينا. هدبنا المرمى مهدبه، هدبناها كامله ها هما شوفوا كيمشيو ويجيو. بديت عملت 2 هاد المرمى المهدبه فيها اشكال هندسيه مثلث. نعرف علاش انا ماشي ديما عقلي المثلثات، مستطيلات ومربعات. يعني كتبداي تلعبي دابا بالالوان اللي عندك، هذوك 5 د الالوان اللي عندك كتلعبي بهم. كتحاولي تنسقي مره هنايا لون هنا لون، المهم كتخلي واحد ليسباس وكتصايبي. المهم انا ان شاء الله غنبدا معكم 2 ديال الاشكال ونشوف على حسب. نبدا معكم يكون خير. كتجي كتحزمي الخيط عادي بحال اي مرمى كتبغي تبدايها عادي. حزمي الخيط. غناخذ اللون الليموني هنايا، ناخذ هاد المره 5 العقيقات. غنحاول يعني انا وقت هاد العقيقه نحاول يكون عندي سطر مقاد، يعني نهبط ب5 ديال نهبط كيما شفتوا بحال ما هكا. 1 2 3 4 باقي خاصاني وحده. دائما كيكون عندنا 5 و6 تطلعي فيه البرا. 6 تطلعي فيه البرا وتحاولي ما امكن ان يكونوا سطوره قد كترصي كل دقيقه في بلاصتها. هو جاوني 5 قلال، غنزيد وحده ندير 6. عندك ميزانك هاد الخدمه هذه بالنسبه لهاد الطريقه، عندك ميزانك بالنسبه للاشكال على حسب العرض اللي بغيتي نتيا. يعني انا بغيت نديرو مستطيل ما كيكونش فيه العرض ولكن كيكون فيه الطول، يعني ما غنديرش غندير 6 العقيقات في العرض. كتخدمي عادي مرمى بحال مرمى عاديه، بعدا ما تمشي حتى الاخر، يعني بحال كتبداي عام مجزئه. ها هي
دابا غنحاول نمشي بواحد المسافه ديال مستطيل، نحسبها مستطيل طويل شوي. كتدخل البرا بين العقيق يكون كتدخل البرا ديالك وسط العقيق، كتشدي كتزيري شويه ماشي بزاف. نتمنى يكون باينه لكم الخدمه. هذا الخيط هذا نحيدو، غنستمر البنات تنكمل هذا القياس اللي بغيت ديال المستطيل، ونجي نوريكم كي غديروا تخدموا الوسط، ومن بعد تنكمل نوريكم المرحله الثامنه والاخيره. المرحله الثامنه كتبقى عباره حتى هي عن واحد 3 ديال سطوره بحال المرمى العاديه، وكيفاش غنهدبها حتى هي كيفاش غنهدب المرمى ويكون فيها اشكال هندسيه. رجعت لكم البنات غنوريكم كيفاش ديروا مربع اولا مستطيل وسط الخدمه. يعني كتحاولي ما امكن تقدي العقيق يجيو سطر واحد، نقصي ولا كتزيديها بشويه كيبغي شويه ديال التركيز وصافي، ماشي صعيب او كيبغي التركيز. من بعد كتاخدي الخيط ديالك كتدخليه بحال ما هكا، ملي كتشديه بحال هكا كطلعيه مع الخيط الاخر باش تعقدي عقده عاديه بحال تعقدي في الاول. هيا تكون لداخل بحال هكا، كتعقدي العقده الاولى، ضروري من الثانيه باش كتثبتيها. كتهبطي البرا ديالك بين العقيقات، صافي كتراقبي شحال هي السطوره اللي بغيتي ديري داك المربع. المهم خص يكون تحاولي ما امكن تجيبي سطر واحد. صافي كتجيبي العقيق اللي بغيتي ديري كتاخدي منه شحال بغيتي ديري فيه، 5 ديال العقيقات اما 6 7 على حسب العرض اللي غديري، واش مربع ولا مستطيل. انا غندير مربع يعني يكون شويه فيه العرض. ندير فيه 10 د العقيقات. المساله ديال شحال كدار كل واحد حسب الرغبه. هذه ما عندهاش هاد الخدمه هذه ما عندهاش رشمه معينه، يعني كتمشي حسب رغبتك نتيا. يعني كتحسبي 10 د الخيوط وكتطلعي في 11.
البنات عادي هاد المشاكل ديال ان الخيط كيتلوى كيتعقد، هادشي كان زعما جاري به العمل في المرمى. كتحاولي انك ترصي كل عقيقه بلاصتها عا بشويه، يديك التحتانيه كتعاون. صافي انت كترصي العقيقات وكتدخلي عادي البرا ديالك بالعقيقات، تدخلي بالعقيقات وكتخلي الخيط اللي بيناتهم كيجي تحت من العقيقه، تحت من البرا باش كيتشدوا بحال هكا. هنا بنيتو، هو اللون شويه باهت ما غيجيش باين في التصوير، ولكن بشوفة العين راه عاطي موف بارد. كتهبطي عاوتاني بالبرا بين دوك بين دوك جوج خيوط في داك الصف اللي انت عزلتي، وتصايبي الصفوفه حتى تحصلي على الحجم اللي بغيتي وكتكملي. ما وريتكمش كلشي دقه واحده حيت غيجي الفيديو طويل، يعني كنوريكم مع مرحله مرحله، وراه اللي كيدار في المرحله اي مرحله يعني الحاجه اللي كديري فيها نفسها كتكرر. المهم هي الطريقه انك تعرفيها. 6 7. نتمنى من الله لكل الفكره تكون وصلت. كما قلت دائما تعاونوا بيديكم. غنستمر على هذا المنوال حتى نكمل المرمى ديالي بالاشكال الهندسيه، مربعات ومستطيلات، كنلعب على كل مره لون شكل. ونتلاقاو في المرحله الاخيره هي اللي بقات. واخيرا البنات وصلنا للمرحله الاخيره. المهم المرمى ديالتنا هي هذه. نتمنى انها تكون مشكله مع الليل ما يعطيهاش الضوء حقها، لكن هادشي اللي عطا الله. دابا وصلنا البنات للمرحله ديال الهدب. انا منين ساليت هاد المربعات والمستطيلات والمربعات، منين ساليتهم درت واحد 3 سطورات من المرمى العاديه باينين. دابا غنبدا في الهدب، يعني هذاك العقيق اللي كنا درنا 30 سنتيم منه، يعني يقدر الانسان يدير قل منه، حيت ما كتعرفش شحال غدير ديال الطول، اللهم كدير بزايد باش ما كتوحلش من بعد. دابا انا غندير هاد المرحله هذه اللي وصلت لها باش نصايب بحال هكا هاد الهدب هادو. شنو كنديرو؟ تاخدي المقص ديالك وتاخدي السطر الاول، شتا هو هزيتو، تاخديه وتقطعيه من الجدر بحال ما هكا، بحال هاد الطريقه. انا غنخويه كله، تردي العقيقه تخويه كله الطاسه اللي انت حاطه فيها اللون الزرق، وغتجيبي البرا ديالك تهز ليا البرا باش تهز البرا. بسم الله. اخيرا غادي الخيط في البرا، غادي نبدا بالليموني. غندير 10 ديال العقيقات. ما تلعبي على مربعات ومستطيلات بهاد الالوان اللي عندك باش تحصلي على
الهدب التحتاني بحال الشكل اللي وريتكم، 3 6 7 10. المهم ندير 10، نقدر ندير 10 في الزرق. ومثلا ناخذ ندير 10 خضره، يعني نتوما لعبوا بالعدد كيف بغيتو، ما عندهاش واحد القاعده معينه، يعني انت عينك ميزانك شنو بغيتي ديري ديري. غندير 15 خضره، درتو شي شويه طويل على هكا، نزيد 5. درت 10 ليمونيه و10 زرقاء و15 خضره، وغندير 4 زرقين لتحت. بغيت يبقى عندي ندير 5 باش ال5 هي اللي غنسد بها. المهم بركه هذا الطول هذا زوين. شنو كندير البنات؟ غنخلي العقيقه الاخرى غنخليها وندخل البره في هذا العقيق هذا، مبقى نمشي نقص نزهق حتى وحده. التصوير يكون واضح، البوله شويه ناقصه. يمكن تستمر بحال هكا تندخل الخيط في العقيق اللي عندي كامل. دقيقه كما قلت لكم، كتدخلوا العقيق ديالكم، الخيط ديالكم وسط العقيق اللي عندكم، من بعد كتشدي هذيك العقيقه التحتانيه بيديك بحال ما هكا وكتجري باش كيطلع عقيق للفوق. ملي كتوصل كتجري مزيان كتدخلي وسط العقيقات الخيط، واحد 3 د العقيقات، كترجعي في 3 اللي حداهم، هذيك هبطتي هنا كطلعي بعقيقه ولا جوج. المهم انا ندخلها في جوج، من بعد كتدخلي في اللي فوقها هكا كتدفني داك الخيط ما كيبقاش عندك كيصدق مدفون. انت كتدخليها في جوج عقيقات ولا 3. كتاخدي مقص ديالك كتقطعي هذا، وهانتي حصلتي على هدب. غنستمر بنفس الطريقه حتى غنحصل في الاخر على بحال هذا الشكل هذا، تقريبا بحالو، مختلف عليه بالنسبه للالوان. المهم نتلاقاو من بعد بنكمل ان شاء الله.
تشوفوا الشكل النهائي. واخيرا البنات كملت الحمد لله، وهذه هي خلاصه الخدمه اللي درنا. هي المرمى المهذبه هي هذه. نتمنى من الله تكون عجبتكم، وما تنساوش تتبعوا الفيديو من الاول للاخر باش تعرفوا كيفاش درت ليها. ما تفلتوش حتى مرحله. ما تنساوش ديروا لي لايك وتعليق وتشاركوا وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا بزاف 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 لكل واحد كيدعمني وكيشجعني لا من القريب ولا من بعيد. جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.